بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا كلنا بنستخدم تشات جي بي تي وجيميناي، بس في لاعب معظم الديفلوبرز أو المطورين بيتوجهوا له حاليا دلوقتي، وهو كلاود من شركة أنثروبيك، والمبرمجين بدأوا يتحولوا ليه بسرعة. طب ليه ده بيحصل؟ ببساطة كلاود قوي جدا في فهم الكود والبرمجة والتعامل مع المشاريع الكبيرة. يعني لو عندك ملف فيه 1000 سطر، كلاود بيقراه وبيفهمه بشكل ممتاز جدا، وده بسبب حاجة مهمة جدا اسمها context window. يعني يقدر يستوعب كمية ضخمة جدا من البيانات في نفس الوقت، وده بيخليه مثالي للمشاريع الكبيرة. وبرضه في فيتشر جديدة أعلنت عنها الشركة، إن أنت تقدر تديله permission من الجهاز بتاعك إن هو يقدر يشتغل وينفذ اللي هو عايزه وأنت قاعد، وأنت حاطط رجل على رجل وهو شغال، وأنت كل اللي عليك إن أنت تراجع وراه، لا أكتر ولا أقل، والتست. طب ليه المبرمجين بيحبوه فوق اللي احنا قلناه ده؟ هو بيشرح الكود بطريقة واضحة، بيكتب كود نضيف ومنظم، بيعرف يكمل مشاريع كاملة، قوي جدا في موضوع الديباجينج ويحل مشاكل الكود. يعني حرفيا كأنه ديفولبر تاني معاه. وهو ترند دلوقتي لأن الشركة نفسها أنثروبيك بتركز على جودة الردود والأمان security، وده أهم حاجة في أي مشروع عامة. وفي تحسين مستمر وأبديت فيتشرز جميلة جدا، كل تحديث بيخليه أقوى من اللي قبل. لكن في المقابل كل ما تستخدمه أكتر كل ما التوكنز بتخلص، وبعض الخطط تبقى مدفوعة علشان تستخدمه بكفاءة. يعني ببساطة كل ما تستخدمه أكتر محتاج اشتراك أو API usage، انت تستخدم ال API بتاعه، وده بيخلي بعض الناس تشوفه قوي بس مش دايما اوفر حاجة عشان طبعا موضوع الفلوس. طب لو انت حبيت تستخدمه، لسه هبني معايا بيانات شبه اللي انا بقالي مثلا 3 سنين بستعمل تشات جي بي تي، فهو عارف بياناتي وعارف الطريقة اللي انا بحب الردود بتاعتي فيها، عارف معلومات عني يقدر يجاوبني عنها. لسه هخش كلاود وابدأ معاه كل ده؟ لا طبعا. هوريك في الفيديو دوت ان انت ازاي تستخدم كلاود ويكون معاه المعلومات اللي عارفها عنك تشات جي بي تي. خش هنا في جوجل نكتب كلاود، خش في كلاود نعمل ساين ان. طبعا انا مسجل باستخدام الجيميل بتاعي. نيجي هنا تحت على الشمال في الايكون بتاعت اسمي، نخش في السيتنج، في هنا في الكابابيلتيز نيجي import memory from other AI provider. بعد كده هنا بنعمل start import، بيديك هو البرومبت ده، بتاخده كوبي تخش على شات جي بي تي، تعمل معاه في النيو شات، تعمل باس، يبدأ شات جي بي تي يديك الردود بتاعتك. تاخد الموضوع دوت كده كله كوبي وتنقله في كلاود اي اي، هو يبدأ يعمله في الميموري بتاعه ويبدأ يرد عليك في أي سؤال تسأله له، أي مشروع تبدأه على حسب المعلومات اللي هو عارفها. وللمعلومة كلاود برضو مش جامد في العربي أو في اللغة العربية زي ما احنا بنستخدم تشات جي بي تي وجيميناي، فهو لسه ضعيف في الحتة دي. وبس كده. لو استفدت بأي معلومة ولو بسيطة ممكن تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، تعمل شير للفيديو، ممكن يفيد حد تاني غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.